لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة نوت لواني كاين تفسير قرآني في رزبيم وخزمتان ومبستي رزامندي رب العالمين وهوادان اوي ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بەڵخۆشەویستان هەر لە درێژێ و ئاتانەی کەوا ڕەب العالەمین ئاگادارمان دەکاتەوە و بە تایبەتی ئاگاداری کەسانێکی بێ باوەڕ دەکاتەوە، ئاگاداری کەسانێکی گوناهبار و تاوانبار دەکاتەوە و بەگشتیش ئاگادارکردنەوەیە. ئایا ئەوانەی کەوا میراتگیری کەسانێکی ترن لە پێش خۆیان ڕۆیشتینە، ئایا عاقبەتی ئەوان نەبووە مای هیدایەت وەرگرتن و ڕێنمونیکردنیان ئەگەر خوای گەورە بیەوێ ئەسەبناهم بذنوب، ئەگەر خوای گەورە بیەوێ ویستی لەسەربی لەقەدەر گوناهەکان عەزاب دەنێرن لە بۆ بەندەکانی. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ئیتر مۆر لە دڵەکانیان دەدەین و دەبیتە ماوەیەکەوە ئەسڵەن حەقیان جۆ لێ نەبی، ئایان ناترسێن لەو عاقبەتە. أولم يهدي أي يتبين أهل بويان بديار نكوت. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أي المتأخرين أواني كوا ميرادگیری کەسانێکن کە لە پێشەوان ڕۆیشتنی ئەوان نەبووە مای هیدایەت و لە بۆوان ڕوون نەبووەوە. وەکو لە تەفسیری مەعارج دەڵێ کەلیمەت ئەلەم طبعا ئەلیفەکە لە بۆ ئیستفهامە، لەمیش حرف يجزم الفعل المضارع كواتا إيشي تيا فعل مضارع كيدا كاتا مجزوم. ألم يهدي للذين كواتا مجزوم دكاتا ويقلب زمنه إلى الماضي. أولم يهدي طبعا مجزومة وعلامة جزمه حذف الياء. إتر ما بخوي فعلك مضارعة يقلب زمنه إلى الماضي. أولم يهدي فعل مضارعة لبروي لمي لبيش هاتيا معناه كي دبيتوا معناه فعل ماضي. فالمعنى أو ما هدى ونبوة ما هدايتيان بدا. وفعل يهدي في العبارة ضمن فعل يبين. طبعا القرآن في روز بابنين تضميني شيء تضمين أو كوا فعلك خواهي يقول أداتي تشيواي لقلبك هادينيتان كمعناكي شتيش كج لخو بقريتن زياتر لا معناي كلمة ليردا ده فعل يهدي ليردا معناه يبين جددا ضمان بابلين يضمن أوشي لخو قرت معناه يبين جددا فعدي تعديته فحملت العبارة دلالتي الفعل معا. كواتا استالير دا كوا يتضمن فعل يبين دلالتي هورد معناه دبخشي تقديرك شوية لا بلاغتك كان قرآن في روزة تقديرك أو ما هدى حال الأمم السالفة مبينا للأمم الوارثة لها في سكن الأرض سنة الله عز وجل الثابتة التي لا تبديل لها ولا تحويل. كواتا معناه كي وايلده معناه كي وايلده آية حال أمة بيش وكان كرويشتن نبوة ما يرينموني كردن لبو أواني لدواي وان هاتن لويان بيان بكا سنتي خواي قورا كوا ثابتة قوران كاري بس الدانا للتعامل لقلبا دكاني كوا كواتا بیرکردنەوە لە حاڵی ئومەتەکان پێشتر نەبوو تەمای ئەوەی کەوا
ئەوانەی لە دوای وان دێن پند و ئامۆژگاری وەربگرن تێبگەن خوای گەورە کو تەعامل لەگەڵ بەندەکانی دەکا ئەن لەو نەشاء ئەصەبناهم بذنوبهم ئەی کەما ئەصەبنا من قبلهم هەر وەکو ئەوانەی پێشووتر خوای گەورە بە گوناه و تاوانەکانیان بردینیانەوە ئەگەر بمانەوێ هەر وەکو ئەوانمان بردنەوە فنهلك الوارثين كما أهلكنا المورثين ئیتر میراتگرەکانیشیان دەتوانین لەناوبەین هەر وەکو ئەوانی پێشووترمان لەناوبرد أولا قاسم الله معارج جاء التعبير بالإصابة للدلالة أن لو نشاء أصبناهم بذنوب أصبناهم وتلا إصابة هاتية لو در التعبير بإصابة هاتية للدلالة على أن وسائل التعذيب التي يمكن أن يعذبهم بها تدخل إلى أعماقهم ولا تكتفي بمس جلودهم سبحان الله كواتا أخوة يقول كتعبير ذلك أصبناهم لإصابة هاتية هل وكو سهم تيرك دلي أصبتها عادة سهم تيرك بعمق دستجور لنا سيركي كواتا ليرش كخوة يقول عذابي بإصابة باس كردية واتا عذاب شوية نسري نوك تنها مسي جلوديان بكا تنها بيستيان بقريتوا بالكو بأعماقيان دستجوري خو أبنا من دا ولا يخفى ما في استعمال ضمير المتكلم العظيم هنا من ضغط قوي على محور الخوف في نفوس أولي الألباب كواتا أن لو نشاء أصبناهم كواتا ليردا ضمير متكلم عظيم بكار هنا أخوي يقول كلايق بخوي كواتا عذابك بلنا أو عظيمه به كواتا براسي جيجاي أو خاون عقلك كان لي بترسين وزاوكو دالي وهذه الإصابة تبدأ بأخذهم بالبأساء والضراء إتر سنة أخوي يقول سبحانه وتعالى وكل آيات كان بيشتر أخوي يقولوني كذا أوي كوا أخوي يقول سبحانه وتعالى كم ذاك بيغمبران دنيري عليه الصلاة والسلام يا شوين كوتي بيغمبران دنيري خلشي أقدار دكاتو أجر سوديان لي ورقر أو فبها ونعم أجر سوديان لي ورنقر أو ذا أخوي يقول سبحانه وتعالى تاقيان دكاتو بناخوشي لجستيان ولا ماليان هر وكو درباري أمتكاني بيشو تدو فرموي إتر لبوتسيا ابتلايان دكا بو ناخوشيانة تاوكو بقرين زليلي نشان لبو خوا فإن لم يفعلوا أجر وان نكر فلم يستغفروا ولم يتوبوا ولم يتقوا عقابنا توبة واستغفار يا نكر خويا نباراز لعقاب خويا قربا أنزام داني قناه تاوانا كان رفعنا عنه البأساء والضراء لو حالتي أو زسنة خويا قربا ناخوش كان لسلادة ده ووسعنا عليهم أسباب النعم الوفيرة أو ذا هوكاركاني أنواع ناز نعمة ينبيد بخشي سبحان الله لتقوم الحجة عليهم في التمادي في الغي والفساد والإفساد في الأرض إتر أقادار بين أو سنتي خواهي قولا يا كم زار أقادار ما عندك أقادار نبويا وبيدار نبويا أو زار خواهي قولا بلا مصيبة نسلبوي كاتبوا واستغفار بك حر استفادينه أو ذا خواهي قولا درقاي خوش اللي دكاتوا بلام أويان استدراجة زلوش الكردنة تاوكو لا قيمي خوشي عذاب بنية سري وقعي عذابك زول سري تنبي ونطبع على قلوب فهم لا يسمعون لتفسير السعدي ضلي أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا أجر خواي قول آقاداري كنا بلام أوان هر بيدار نبونوا وذكرهم فلم يتذكروا آقاداري عندك أوان هر أقدار نبونوا وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا رينمونيان كربآت كانوا بأو روداوانك وعبرتي لوردجيري بلام عوان هر عبرتيان لورنقر فإن الله تعالى يعاقبهم أو ذا خواهي سزان ذا ويطبع على قلوبهم أم ذا خواهي سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم مور لسد لكانيان ذا فيعلوها الران والدنس يتر مور لسد لكانيان دا كموري لسد لكان دا پرديق لسد لكانيان دروز دبي حتى يختم عليها أو ذا ختم لسد مور لسد لكي دا فلا يدخلها حق هيت حق ناس تناود لي موري لسد را ولا يصل إليها خبر بهيش شويك هيت خبري شي خواي قوري بيناغا ولا يسمعون ما ينفعهم أو شتي كسود لوان هي بهش شويق نايبستن وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة
سبحان الله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون كواتا كمور لدلك يدرا أوي كسودي لي وردقري جويلي نابي تنها أو هندي جويلي دبك إقامة حجة لسر دبي سبحان الله سأو كل ما عرج تفكر دلي الطبع في الماديات التي تدرك بالحواس الظاهرة طبع لو اشتاني كوا ما اشتي مادية وهسبيكراوة ختم يطبع على طين خاص يوضع عند مكان إقفال الوسائل أو إقفال الأبواب لضمان عدم فتحها صندري أو ساعة موري لسرها هل كاتك بيكي وموري كذا الشيء أو رسالة ختم لسردرا هل كاتك رسالة كردوا تازه ختمك بديار دكي كوا كرايتوا أو لشتي مادي إتر ثم جرى التوسع في التعبير فصار يستعمل في المعنويات باشان أو ختمة لبشتي معنوي بكاردندري ومنه الطبع على القلوب كذلك طبع لسد دلدرا موري لسد للدلاء على أنها صارت محجوبة عن إدراك أي شيء يتعلق بها كواتا كذلك مور لسد ليدرا واتا أو دلا قفل درا هيش تيشي ناس تناي كواسودي لور بقري وطبع الله عز وجل على قلوب الناس كاتك واخواي قوله مور لسد لي كسانك ددا لبرسيا يكون نتيجة قدرية لما يكسبه الناس بإرادات من حرة وسنة الشيخ خوايا قدري خواي وايا أويك خلشي ديكا سنة خواي قورا أويا كسك بإرادي حر خوي بآزادي خوي قناه تاوان بردوان بلساري بردوان بيوم نقريتو اتر خواي قورا مولسا أدلدا وكو كسك كوا جهريك دخوا قدري خواي قورا وايا كوا بو جهر بمري كسك دستي دختنا وآجر قدر خواي جوريا قدر خواي جور سنة خواي جوريا أو دست دسوتيه وكذلك فإن من يمعن في إعراضه عن آيات الله المذكرات له ويستهين بها كسك بجل آتكان خواي جوريا بك خواي جوريا بو آتان آجدار ذكاته بلكو بسوشي شي تماشابك ولا يعبوا بالمذكرين ولا بالدعاة الربانيين المبشرين والمنذرين اهتمام بدعاة بان خوازان ندا كوا للان خواي قورو آقاداري دكنوا ولا يستمع للبراهين والحجج الإقناعية الدامغة آمادني بجوي بقريتن لو بلغاني كوا بلغانويستنو قناعتي بيدكن برام أو جوي لنا راناقري ويسلم عنان إرادته لأهوائه وشهواته ورغباته بلكو زلوي خوي دايت دس هوا ونفسه آرز وكاني فإن الله عز وجل يطبع على قلبه كسيك أوهمو آقادار كرنوا بشتي تيبكا قرنجي بيندا بتساوتشي كم تماشاي بكو زلوي نفسي خوي دايت دس هوا وآرز وكاني خواي قورج لبران بردام مور لسد الله كيدا داتن وقدري خواي قوروا سنتي إذ صار مأيوسا من استقبال باختياري والحر لأنوار باختيار الحر لأنواع الهداية الربانية لبركاتك وبإرادة حرة كي خوي بوبري آزادي خوي آمادة نبو أعتكاني خوي قول قبول بك لا نتيجة دا خواه سبحانه وتعالى مور لسر أو ضلدا إتر نطبع على قلوب فهم لا يسمعون أي فهم بعد الطبع على أي فهم بعد الطبع على قلوب الذي كان بأسباب منهم كواتا كاتك أو كاراني كرد خواهي قورج بالرياري موري لسر دليدا إتر لدواي أو مور لسر دلدانا إتر أو كسا جوي لنابي جو بستري اشتيق نابي كواتي بقاتن كبخوي السببا لا يسمعون موعظة واعظ ولا تذكر مذكر ولا نصيحة ناصح إتر آمادنين جو لهيز كسي قرابقرن خواهي قو كمور لسر لكذا بخوي خوي طبعا موري لسر دا نتيزة أو كبخوي اختيار نكر خواهي قوج موري لسر دليدا إتر حق نابستي أو كسا خواهي قول وايك حق نابستي تنهاو آتان دابستي كوادا بيتا بلقل السري حجل السري فإذا بلغوا هذه الدركة العميقة في الانحطاط فإنهم حينئذ يستحقون إنزال عذاب فيهم كجيشنا أو درجيش إتر مستحق دم بعذاب بيت السريان لويا تفرمي أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم لا يسمعون تفرمي طبعا وأخويا كم زار طبعا كيل سردلو درون ددري وايل دي حقنا بشتي أو جاء أصبناهم بذنوبهم أو جاء أخويا قوري عذاب دين التسريان بسبب قناه تاوانا كان بلام دفرمي أصبناهم بذنوبهم كتقديم كراية أو كش تأخير كراية لأنه هو النتيجة أو نتيجة كي كواتلير دا معناه كوايل دي آية أو كساني كوا ميرادگری کسانێکی پێشووتری خۆیانن ئانابینن ئەوانە پێشی ئەوان
کاتێکەوە بانگەوازی خوای گەورەیان وەڵام نەداوە ئیتر خوای گەورە تاقیکردنەوە بە ناخۆشی پاشان هەر ئامادە نەبوون پەنوەرگرن ئەنجا خوای گەورە دەرگا خێر لێکردنەوە هەتاوەکو لە ناوی بردن لە ناکاوەچی ئایا عاقبەتی ئەوانیان لە پێش چاو نییە تاوەکو پند و ئامۆژگاری لێ وەربگرن و ئەوانیش هەمان کاروان دووبارە نەکەنەوە ئیتر ئەگەر ئەو عاقبەتەی ئەوانیان لە پێش چاونە و پند و ئامۆژگاری لێ وەرنەگرن ئاتەکانی خوای گەورە دەبیستن لە پێغەمبەران و لە شوێنکەوتەی پێغەمبەران جۆی لێ ڕاناگرن خۆیان تەسلیم ئەهوا ئەو شەهواتیان کرد ئەوانیش لە نەتیجەدا عینی عەزابی خوای گەورەیان دێت سەری پێشەوەی عەزاب بێت سەریان چییە؟ خوای گەورە مۆر لەسەر دڵەکانیاندا وایان لێدێ حەق نابیستن لە نەتیجەی ئەوەی کەوا خۆیان کە بابنەی سەبەب بوون ئینجا عەزابی دێت سەریان جا خوای گەورە کە عەزابەکەی پێشی خسەر بێت نەتیجەکەیە ئایا لە ناوچوونی ئەوان نەبوو پند و ئامۆژگاری لە بۆیان تاکو هەمان ڕێزکەی ئەوان دووبارە بکەنەوە و مۆ لەسەر دڵی ئەوانش بدرێ و لە نەتیجەدا عەزاب بێتە سەریان خوا پەناماندا ئیتر بەڕاستی السعید من اتعظ بغیره ئینسانی بەختەوەر ئەوەی کەوا پند و ئامۆژگاری لە غەیری خۆشی وەردەگری کەواتە بەڕاستی پێویستە ئاگادار بین لە ناوچوونی ئەو هەموو وەتەی لە پێشەمە پێویستە ئاگادارمان بکاتەوە ئێمەش ئەگەر بەردەوام ئامادە نەبین پند و ئامۆژگاری وەربگرین جۆ لە ئاتکان خوای گەورە بگرین پابند بین بە دینی خوای گەورە عینی بە عەزاب دەچینەوە ئەگەر بە ظاهریش بە مردنی خۆش ببێت بەڵام خەسارەتمەندی دنیا و قیامەت دەبێت بەڵام ئەوی تریان کاتێکەوە ئامۆژگاری وەردەگری کاتێکەوە ئاتکانی خوای گەورە جێبەجێ دەکات هەم لە دنیاشدا لە دڵ و دەرووندا لە بەهەشتێکدا دەژیە و هەم عاقبەتیشی خێر دەبی بەهەشتێش پانوبەرین تصور دكا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.